السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشوف الغسالة دي مميزة في ايه بالظبط وليه بقول عليها غسالة دهب. فيديو سريع النهاردة هنشوف فيه الغسالة الفريش العشرة كيلو الفوق اوتوماتيك. الغسالة التوب لود او الفوق اوتوماتيك بتشتغل بالمسحوقين العادي والاوتوماتيك، بتتشابه كل الشركات طبعا في الفوق اوتوماتيك او الغسالات عموما، مش هيعملوا حاجة جديدة. يعني الغسالات الفوق اوتوماتيك فيها تحميل علوي بتشتغل بالمسحوقين العادي والاوتوماتيك، ففي ناس بتفتكر ان هي موفرة شوية عن الاوتوماتيك، مع ان انا مش مع الاعتقاد ده خالص. وده شكل الحلة الخاصة بالغسالة، تستوعب لغاية 10 كيلو بما فيهم مية وملابس. مش ملابس بس، الساعة بتتقاس بالملابس، بالمية اللي شايلاها الملابس، بالمية الإضافية اللي بتفضل في الحلة. يعني دي تستوعب لغاية 10 كيلو. الباب العلوي للغسالة هيدروليك، وده حاجة كويسة جدا في الفئة دي وفي الفئة السعرية دي، لأن فريش بتيجي في الفئة المتوسطة الاقتصادية. الحته اللي انا بقشرها دي، اللون اللي بره ده اللي شافه عجب باللون ده، مش لونها اصلا دهب، لونها ستانلس ذهبي. وده ستانلس غالي، ستانلس كويس، معالج طبعا، ما بيصديش، مفيش برومة. اللون اللي عليه من بره التركواز ده فهو لون طبقة الحماية وبتتشال عادي، طبقة بلاستيك عادية خالص.